سمعوا يا عالم الملف اللي صدر يوم أمس. سمعوا يا عراقيين وسط المعاناة اللي جاي يعيشونها العراقيين من الكهرباء حاليا وانقطاع لساعات طويلة. سمعوا شنو الأسباب اللي أدت وخلت العراقيين نايمين بالحر. اسمعوا. كشفت معلومات حصرية للحدث عن حصول شركة مبنى التابعة للحرس الثوري الإيراني وشركة تافانير على عقود من خلال شركات عراقية ثانوية تجاوزت $3 مليار في وزارة الكهرباء في أكثر من محافظة عراقية. توزعت هذه العقود بين محطات كهرباء وشركات جباية، فيما حصلت الشركتان الإيرانيتان على عقود في وزارة النفط العراقية من خلال شركات عراقية ثانوية لكن بمليارات الدولارات وفقا لمصادر الحدث. حجز المصرف العراقي للتجارة على أموال إيرانية قيمتها أكثر من $1 مليار أمريكي. أما من باب الدعم النقدي المباشر فدفعت كتل وشخصيات سياسية عراقية دفعت مبالغ نقدية بالدولار إلى إيران تجاوزت $1 مليار نقدا، وهربت هذه الأموال عن طرق برية باتجاه إيران، كما أن بعض المبالغ أعطيت بشكل مباشر إلى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قآني خلال زيارته الأخيرة للعراق. فالموضوع كالتالي: اجوا الايرانيين ماخذين عقود لوزارة الكهرباء بالعراق منذ مدة، وهاي العقود شنو معناتها؟ انشاء محطات كهربائية. اجوا استلموا فلوس كاش، فلوس العقود، خلوا وراحوا. لا خدمات تقدمت ولا محطات انبنت للكهرباء ولا تم تقديم اي شيء مقابل هاي العقود، وكأنما الموضوع فقط هو من اجل اخذ المال وتهريبه الى ايران على ذمة قناة الحدث وبعض القنوات. ولا تكلمت الحكومة تجاه هذا الخبر اللي صدر من هاي القنوات. اسألكم بالله يا عراقيين، هاي العوائل اللي نايمة بالحر، هاي العوائل اللي ما عندها كهرباء صار لها من بدا الصيف لحد الآن، والله شنو حتى أموال تروح لإيران، حتى أموال تروح لغير دول أخرى، حتى تجي دول ثانية تاخذ عقود وتاخذ فلوس من العراق. وين الجهات الرقابية؟ وين أعضاء مجالس النواب؟ وين أعضاء مجالس المحافظات؟ ماكو واحد يتكلم بيكم على هذا الموضوع، ماكو واحد بيكم شالت الغيرة وقال خلك شوف هذا الموضوع. هاي العقود وين راحت وليش تهربت أموالها؟ وبسببها العراقيين عايشين بالحر اليوم. المقابل شنو؟ حتى الجماعة يفيدون إيران وغيرها، وهذا ابن الخايبة مصموت صمت بالحر. فخلي يسمعون العراقيين. العراق اللي كان متأمل هذا الصيف تتحسن أوضاع الكهرباء، فأموال الكهرباء اللي المفروض كانت تعطى الشركات رصينة حتى تحسن من وضع الكهرباء وتبني محطات، انطوها لإيران ودول أخرى، وأخذوا فلوس وراحوا، وكأنما الموضوع هداية من أحجاي هاي الأموال. وابن الخايبة لحد الآن نايم بالحر. هاي الأطفال جاي تعاني، وهاي العراقيين جاي يعانون من أزمات الحر. ماكو كهرباء حتى ذيك الدول تنعم بالأموال اللي جاي تاخذها من العراق بزود هاي الأذرع اللي موجودة حاليا. فشكرا للإطاريين ولعبد الزهرة وغيرهم وأنفاس الزهراء والمقاولين على هاي الوضعية اللي عيشوا بها الناس بالحر في سبيل تنعم إيران وباقي الدول وبأموال العراق.